تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. لماذا بدأ بعض العلماء يغيرون آراءهم حول طبيعة فيروس كورونا؟ لماذا بات كثيرون مقتنعين أنه ليس فيروسا طبيعيا من عائلة كورونا الأصلية، بل هو فيروس ملعوب فيه وموجه ومحمل بأسلحة خاصة لمواجهة الإنسان؟ أليست الجهات التي تلاعبت بتركيبة الفيروس هي التي تتلاعب الآن باقتصاديات وشعوب العالم لغايات في نفس يعقوب؟ ثم لماذا بدأت دول العالم تعود إلى حياتها الطبيعية شيئا فشيئا رغم أنها لم تحصل على اللقاح بعد؟ لماذا بدأت وسائل الإعلام الدولية تروج لانتهاء جائحة كورونا؟ أليست هي نفسها التي كانت تتسابق قبل أيام على إذاعة الأخبار العاجلة حول عدد ضحاياه ومدى انتشاره الرهيب في أنحاء المعمورة؟ هل أدت زوبعة كورونا الغرض المطلوب؟ لكن في المقابل، ألا يمكن أن يكون كورونا فيروسا طبيعيا مثل مئات الفيروسات؟ لماذا لا نقول إن الفيروسات باتت تسلح نفسها بأسلحة جديدة لمقاومة الأدوية التي يستخدمها الإنسان ضدها؟ أليس من المبالغة القول إن الفيروس منتوج مخبري؟ أليس العقل البشري أضعف بكثير من أن يصنع فيروسا من طراز كوفيد 19؟ ألا يمكن أن تكون المعارك الدائرة الآن بين العلماء الأمريكيين حول كورونا مسألة تصفية حسابات أكثر منها معارك علمية؟ أسئلة أطرحها عبر الأقمار الصناعية من عمان على الدكتور أديب الزعبي أستاذ المناعة والطب التجديدي، وعبر الأقمار الصناعية من الدوحة على الدكتور حسان الصواف استشاري أمراض التنفس والعناية المشددة. نبدأ النقاش بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نحن معكم في برنامج الاتجاه المعاكس. دكتور أديب الزعبي، لو بدأت معك من عمان، كنت معنا قبل حوالي شهرين تقريبا في بداية هوجة الكورونا إذا صح التعبير، وفي ذلك الوقت كنت متحمسا جدا لوجهة نظر منظمة الصحة العالمية بأنه فيروس جديد يجتاح العالم وهو خطير ولا علاقة للإنسان به لا من بعيد ولا من قريب، ويجب أن نتعامل معه أمر واقع وإلى ما هنالك. الآن بعد شهرين يبدو أنك انقلبت 180 درجة وبدأت تتحدث عن فيروس ملعوب فيه وأصبحت من جماعة تقريبا إلى حد ما نظرية المؤامرة. ما الذي حصل خلال الشهرين؟ مساء الخير دكتور فيصل لكم ولمشاهديكم الكرام في كل مكان ولضيفك الكريم، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. البرنامج يوم 17/3/2020 وقلت ما يلي، قلت بأن هذا الفيروس فيروس حقيقي، فيروس موجود، فيروس سوف ينتشر في العالم وانتشر، وقلت بأن هذا الفيروس سيصيب أكثر من 1,000,000 إنسان قبل نهاية شهر 3 وأصاب أكثر من 1,000,000 إنسان قبل نهاية شهر 3 وقلت أنه سيصيب أكثر من 150 دولة وأصاب أكثر من 150 دولة، ولكني قلت أيضا أن هذا الفيروس غير ملعوب فيه، هذا الفيروس طبيعي بحسب المعلومات التي كانت متاحة آنذاك قبل شهرين. يعني حتى نهاية شهر 3 لم تكن هناك أي أدلة تدل على أن هذا الفيروس ملعوب فيه أو فيه تدخل بشري، ولكن من ذلك الوقت حتى هذا الحين ظهرت هناك عدة أدلة دامغة، عدة أدلة علمية دامغة تشير إلى أن الفيروس لا يمكن أن يكون تطور طبيعي. يعني الذي نراه فيروس سارس كوف 2 الفيروس المسبب لمرض كوفيد 19 المنتشر اليوم في العالم لا يمكن أن يكون نتاج طبيعي لتطور طبيعي للفيروسات أو لفيروس سارس، وهناك عدة أدلة. الأدلة يا سيدي ما يلي: نحن كباحثين نعتمد في المجال الطبي نعتمد على ما يسمى experimental science. experimental science يعني الطب التجريبي أو العلم التجريبي المبني على تجارب علمية ونبني على نتائجها نكون رأيا ما أو رأيا علميا ما، وإذا ما تعذر عمل هذه التجارب فإننا نقوم بعمل ما يسمى process of elimination، يعني نقوم بفحص الفرضيات المنتشرة ونقوم بدحضها أو بفحص هذه الفرضيات واحدة تلو الأخرى. هناك 3 فرضيات لانتشار فيروس أو
أو كمصدر لفيروس. الفرضية الأولى أنه فيروس طبيعي انتشر عبر يعني طفرات متتالية حصلت على فيروس سارز الذي انتشر في عام 2003، وبقيت تتوالى هذه الفرضيات أو عفوا هذه الطفرات حتى وصلنا إلى سارس كوف 2. الفرضية الثانية أنه نتيجة لخطأ مخبري قد يكون قد حصل في ووهان أو غيرها كما تدعي ذلك الإدارة الأمريكية وتتهم الصين بذلك، والصين طبعا ردت عليهم برد مماثل، لا هو دخل الصين عن طريق الجنود الأمريكان. أما الفرضية الثالثة أن فيروس 19 كوفيد 19 جاء نتيجة لتلاعب بشري، وهذا هو موضوع حلقتنا الليلة دكتور فيصل. الدليل الأول، أولا لا يوجد أي دليل علمي بحت قاطع حتى هذه اللحظة يدل على أن الفيروس انتقل من الخفاش إلى الإنسان في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر الماضي. جميع الأدلة في هذا الاتجاه هي circumstantial evidence، يعني أدلة حيثية وليست substantial evidence، أدلة قطعية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أجينا على الفيروس وقلنا الفيروس موجود في نفس المدينة اللي فيها الخفاش، والفيروس كان موجود في الخفافيش من زمان، إذا انتقل منها إلى الإنسان في ذلك الوقت في ذلك المكان. يجب أن نعلم بأن الخفافيش غير موجودة في مدينة ووهان، هي موجودة على بعد حوالي 1000 ميل من مدينة ووهان. لو أخذنا الفيروس الموجود الآن في الخفافيش في مدينة ووهان وقمنا بفحصه وقمنا بعزله وقمنا بوضعه في إنسان، لن يتكاثر في الإنسان. هل تعلم لماذا؟ لأن الفيروس الموجود في الخفافيش الآن في مدينة ووهان أو في غير مدينة ووهان، هذا الفيروس يختلف اختلاف كلي عن الفيروس الذي ينتشر الآن والمسبب لمرض كوفيد 19. ما زال العلماء حتى هذه اللحظة يبحثون عن ذلك الحيوان الوسيط الذي نقل الفيروس من الخفاش إليه ثم إلى الإنسان، ولكنهم لم يجدوه حتى الآن ولن يجدوه لأنه ببساطة غير موجود. هناك أدلة علمية جديدة ومتعددة تثبت أن هذا الفيروس لم يأتي كنتيجة بشرية طبيعية من الخفاش إلى الإنسان. ولو أخذت هذه الدراسات كلها دكتور فيصل والكلام للجميع وخلطتها مع بعض كويس طلعت بخلاصة واحدة يتبين ما يلي. هذه خلاصة العلماء الذين قاموا بهذه الدراسات في كل مكان وسوف استعرضها بشكل يعني سريع ومبسط. جميل جدا. أن الفيروس خلاصته أن الفيروس genetically manipulated viral product، يعني هو منتج فيروسي ملعوب فيه، بمعنى باختصار هو ليس فيروس طبيعي. الدراسة الأولى من أمريكا وكندا قارنوا فيروس سارز 1 اللي انتشر عام 2003 وقاموا بالبحث عن الطفرات الوراثية التي حصلت عليه في عام 2003 و2004 و2005، بعدين جاءوا على فيروس كوفيد 19 اللي انتشر الآن، وجدوا أنه هذا الفيروس حتى يحصل على تلك الطفرات الوراثية يجب أن ينتقل من إنسان إلى إنسان خلال سنوات متعددة، وهذا ما لم يحصل. قفز إلى الإنسان فجأة وعنده أسلحة كثيرة لمحاربة جهاز المناعة الإنساني. فكيف عرف هذا الفيروس قبل أن يدخل الإنسان بالأجهزة الموجودة عند الإنسان؟ دكتور كي لا نأخذ كل شيء دكتور بس كي لا نأخذ كل هذه النظريات ضربة واحدة، خلينا نأخذها حبة حبة. ها ماشي؟ طيب خليني حبة حبة يا سيدي، حبة حبة. دكتور حسان سمعت هذا الكلام، هل تستطيع أن تنكر دكتور حسان بأن الآن الكثير من الأصوات بدأت تظهر ليس فقط في المنطقة العربية بل في الغرب نفسه، في أمريكا كبار العلماء، وسمعت عن العالمة التي سجنت لمجرد أنها شككت في الفيروس والحملة عليها وإلى ما هنالك. كيف ترد على هذه النظريات؟ وأهم شيء أنت تعلم سيد حسان أنه أهم كذبة روجت ولفت العالم أجمع أن منشأ هذا الفيروس هو الوطواط، هو الخفاش. الآن كل الدراسات الحديثة وآخرها ورقة هونغ كونغ تقول لك لا علاقة له بالخفاش لا من بعيد ولا من قريب، وسنأتي على الأسباب. كيف ترد؟ أول شيء كل عام وأنتم بخير، وأنت بالخير، لك وللزميل المشارك وللناس المشاهدين. طيب. أولا لا يمكننا ولا بحال من الأحوال أن نجزم أن هذا 100% من فعل الإنسان. أمامنا حالات كثيرة من الفيروسات ومن الجراثيم ومن الكائنات الحية التي حدث فيها تطور، صار فيها طفرات أدت إلى تغير بعض الصفات الوراثية فيها وأدت إلى تغيير بالسلوك تبعها. فعندنا مسيرة طويلة من هذه، منها نفسه السارس
الذي ظهر بال 2002 2003 والسوين والمرض الخنازير كمان بال 2009 ومن ثم هذا الوباء الجديد وقبله كثير من الأوبئة. فكلها ممكن أن تحدث بطفرات عفوية. ونظرية التطور أمامنا، أمام الكثير من الناس يقولون أن التطور إذا قفز من الخلية الوحيدة لوصل الإنسان مرورا بالقرد، وفي عنا حلقة مفقودة بين القرد والإنسان لهلا ما لقوها، مثل لهلا ما عم يلاقوا بين الخفاش وبين الإنسان. إذا هذا وارد من عفوي، طفرة عفوية وارد جدا. من صنع الإنسان قد يكون، ولكن لن نستطيع أن نجزم، من المستحيل أن نجزم بالأدوات المتوفرة لدينا أنه هذا صنع الإنسان ولا صنع الطفرات ولا هو من خلق الله سبحانه وتعالى في النهاية. يعني هذا الفيروس موجود ونحن أمام كارثة إنسانية يجب البحث أكثر في إيجاد الحلول لهذه المشكلة. لن نستطيع أن نجزم لا الآن ولا بالسابق ولا إلى الأمام، ممكن بعد 25 سنة تتضح الصورة أكثر. كيف يعني؟ والآن لدينا الكثير من الأمثلة سيد حسان. كيف يعني؟ مثلا أنا سألتك عن موضوع الخفاش. الخفاش آخر ورقة صادرة عن علماء هونغ كونغ تقول لك مستحيل بأي حال من الأحوال أن ينتقل هذا الفيروس من الخفاش إلى الإنسان. انتقل من إنسان إلى إنسان. والمهم في هذا الموضوع أنت تعلم وأنت عالم درجة حرارة الخفاش 28 درجة. درجة حرارة الإنسان كم؟ 37. يعني في عندنا 9 درجات. وأنت تعلم الفيروسات أعطيها درجة حرارة واحدة زيادة تموت. نحن نجد الآن في هذا الوضع أن الكورونا قالوا لنا أن الكورونا سيتلاشى في الصيف وعندما ترتفع درجات الحرارة. كورونا الآن يصعد ويستشرس بطريقة لم يسبق لها مثيل. إذا نحن كل النظرية المبنية عليها كورونا بالأرض بزبالة صارت. كيف ترد؟ نعم، الرد بسيط جدا، أنه المعلومات اللي الآن تقرأها يوجد مضاد لها بنفس الوقت ويوجد أوراق مخالفة لها بنفس الوقت. والآن نحن أمام تخبط إعلامي هائل جدا، ليس فقط إعلامي صحفي وإنما إعلامي طبي وإعلامي سياسي حول هذا المرض بالذات. يعني صار في تناقض، بالصباح تخرج ورقة وبعد الظهر تخرج ورقة ثانية. كل ذلك الذي ذكرته صحيح، ولكن لا يمنع أن يحدث تغير بالفيروس طفري وراثي يسمح له بالقفز من حياة الخفافيش إلى حياة الإنسان. يكفي فيروس واحد. نحن ما بحاجة إنه والله ناخذ واحد من الفيروسات. اللي كان عايش بالخفاش ما عاد انبسط بحياة الكهوف والخفافيش وقال لحاله أنا بدي غير هذا تبع السوين تبع الخنازير مو أحسن، بدي أقفز للإنسان، وصار في طفرة وراثية عنده واستطاع أن يتلائم مع حياة الإنسان وينتقل من إنسان إلى إنسان. قد يكون بمرور حيوان وسيط اللي هو آكل نمل أو غيره. إلى الآن الأبحاث مبكرة، وهذا المرض وليد لساته طفل صغير عمره لهلأ صار 4 شهور أو 5 شهور، ونحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لمعرفة الحقيقة. نحن ما زلنا في مرحلة التخمين والأوراق المضادة والأبحاث المضادة اللي دخل فيها العلم بالطب بالسياسة واختلط الحابل بالنابل. ولكن لا شيء يمنع من أن فيروس يعيش في الخفاش أن يحدث فيه طفرة ويتغير في السنسور تبعاته والمواصفات تبعاته لينتقل ويعيش في الإنسان وينتقل من إنسان إلى آخر كما حدث بأسلافه الخنازير والطيور وغيرهم. جميل جدا. دكتور أديب، كيف ترد على هذا الكلام؟ نحن لساتنا في المراحل الأولى. يعني سؤال الدكتور أديب يعني قال لي لازم إنه أنت يعني خلال شهرين فقط، خلال شهرين، هل فعلا خلال شهرين بدأت تتضح الصورة؟ يقول لك الدكتور نحن بالرغم من كل شيء ما زلنا في مرحلة التخمين والأوراق المضادة والرأي الآخر وإلى ما هنالك. كيف ترد؟ كلام جميل، شكرا لك دكتور حسان. يعني مداخلة رائعة، ولكن هناك قضية بسيطة جدا في علم الفيروسات، انه التطور عندما يحصل على اي كائن حي او غير حي، على الفيروسات طبعا لا تعتبر كائنات حي، ولكن تحصل على تطور ويصير عندها ميوتيشنز وهي داخل الخلية الإنسانية. تتطور الفيروسات عندما تتعرض إلى ضغط، إلى يعرضها وإلى خلينا نحكي يمنعها من التكاثر داخل الخلية فتطور أجهزة دفاعية. كيف استطاع فيروس المسبب لكوفيد 19 أن يطور أسلحة دفاعية ضد
جهاز المناعة الإنساني قبل أن يدخل في الإنسان. هذه قضية أثارت شكوك الكثير من العلماء، وقالوا مستحيل أن يكون الفيروس قد قفز إلى الإنسان بالصورة الحالية دون أن يتكاثر بالإنسان. يعني هناك الفيروس سارز 1 وسارز 2 مسبب لكوفيد 19 بينهما 96% شبه جيني، هناك 4% فرق. لمن لا يعرف ماذا يعني 4%، الفرق بيننا وبين القرود فقط 1%، والفرق بيننا وبين الفئران فقط 9%. يعني وجه الشبه بين الإنسان والفأر 91%، وجه الشبه بين الإنسان والقرد 99%. فهذا الفيروس وهذا الفيروس وهما من نفس الفصيلة، الفرق بينهما في أقل من 20 سنة، يعني من 2003 ل 2020 17 سنة، الفرق بينهما شديد وكبير جدا في عالم التطور، وهو 4% من الجينات. نعم الفيروسات سريعة التطور، ولكن الأجهزة التي قام بتطويرها فيروس سارز 2 المسبب لكوفيد 19 هي أسلحة دفاعية من بروتين السابع والثامن والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذا منشور في الأبحاث العلمية. وأيضا قامت أيضا مجلات عادية مثل نيويورك تايمز بنشر كل هذه البروتينات التي حصل عليها تطور. ولكن ما أثار يعني حفيظة أو ما أثار يعني انتباه شديد العلماء هو أن أكثر تطور حصل على بروتين اس. الفيروس الكوفيد المسبب لكوفيد 19 يأتي إلى الإنسان ويرتبط على خلية الرئتين. هذا الفيروس وهذه الخلية يرتبط على الرئتين، وكان يرتبط عليه عن طريق بروتين اس فور سبايك. هذا السبايك كان ضعيف في سارز 1 ولذلك لم ينتشر بقوة. الآن هناك هذا اس بروتين اس له خطاف يمسك ويرتبط في الغشاء الخلوي للخلية الموجودة في الرئتين، ولا يتركها حتى تبتلع الخلية ويقوم بالتكاثر بداخلها. لا يمكن أن يكون هذا الفيروس قد طور هذا الجهاز أو هذه الطريقة الهجومية، وبالتحديد أيضا تطوير طرق دفاعية أخرى التي يعني تحاول احتواء الجهاز المناعي الإنساني، وهو خارج الإنسان، خارج جسم الإنسان. يجب أن يدخل الإنسان كما تعلم دكتور، وينتقل من إنسان إلى إنسان إلى إنسان، يعني عبر عشرات السنين. بحسب العلماء الذين قاموا بدراسة الفرق بين الفيروسين، قالوا حتى تحصل هذه المجموعة من الطفرات على هذا الفيروس ليتكون فيروس المسبب لكوفيد 19 هو بحاجة إلى 800 عام وليس إلى 15 عام. هذا أكبر إلى كم؟ إلى 800 عام دكتور. 800 يعني كي يتطور فيروس كورونا، دكتور فيصل، كي يتطور فيروس كورونا ويصبح على الشكل الحالي بحاجة ل 800 عام. نعم 800 عام 800 عام وليس 15 عام دكتور فيصل. 15 عام في عالم التطور هو عبارة عن ثانية في تاريخ التطور. هناك قضية مهمة جدا. هذا الفيروس استطاع أن ينتقل من الخفاش، إن صدقنا الفرضية الأولى وأنه انتقل من الخفاش. كيف استطاع؟ لا يوجد أي تفسير يبرر ما يلي: أن انتقل من الخفاش إلى الإنسان عبر الحيوان الوسيط الذي لا نعرف ما هو الحيوان الوسيط حتى الآن، إلى الإنسان، وعاش داخل الإنسان وتكاثر داخل الإنسان وتعود على درجة الحرارة، وفارق الحرارة كبير جدا. وأنت تعلم دكتور حسن أن درجة واحدة تعني الكثير، بينما يكون 9 درجات أو 8 درجات، فهذا فارق كبير. ثانيا يطور أجهزة دفاعية داخل جسم الإنسان، وهو قبل أن يدخل إلى جسم الإنسان هذا عبارة عن انتحار، أو أنه عبارة عن يعني احتمال ضئيل جدا جدا. إذا كان جميع العلماء الآن، جميع علماء العالم كلياتهم مجتمعين غير قادرين على تفسير ظاهرة واحدة: كيف انتقل من الخفاش إلى الإنسان وقام بتطوير هذه الأمور. لا، ولذلك أنا بقول لك شغلة بسيطة: سيكون من الصعب جدا أن يستطيع أي فريق في العالم لو حطوا يديهم بدين بعض لمدة 100 سنة لقدام حتى يقدر يفسروا مين الجهة اللي قامت بذلك وكيف قامت بذلك، إنه في جهة قامت بذلك. الموضوع إنه هذا الفيروس قامت به جهة احترافية تملك أدوات المعرفة التي تستطيع من خلالها أن تقوم بتعديل الفيروسات. تعديل الجيني للفيروسات دكتور فيصل، والكلام للجميع، التعديل الجيني للفيروسات سيدي الكريم هذا موضوع من زمان شغالين عليه في معظم الدول العالم. أنا عملت على التعديل الجيني للفيروسات لأسباب علاجية، وقمنا بالتعديل الجيني عام 1995 في شيكاغو، حيث قمنا بتعديل الفيروس الذي يسبب التهابات الرئتين، وقمنا بتعديل وإزالة بعض الجينات المسببة للمرض، ووضعنا جينات علاجية وأدخلناها في الفئران، وصار على الفئران موضوع، ولكن أوقف البرنامج لأنه هذا غير مسموح فيه كعلاج وكذا.
الموضوع موجود من زمان، من سبعينيات القرن الماضي، والناس ودول تعمل على التعديلات الجينية للفيروسات، وهذا معمول فيه. الآن هناك أدوية لعلاج السرطانات، اللوكيميا والليمفوما والميلوما، تعتمد على إدخال الفيروسات إلى الإنسان لعلاج السرطان، وهذا معمول فيه وموافق عليه من معظم دول العالم. جميل جدا. دكتور حسان، كيف ترد على هذا الكلام؟ تعديل الجيني. نعم، تعديل الجيني مثل ما تفضل، أنا أؤيد في هذا الكلام. تعديل الجيني للفيروسات قائم من فترة طويلة، منذ أكثر من 10 سنوات، وأنا أيضا أعمل في السرطانات حاليا، وبالفعل يستخدم الفيروسات المعدلة لتعديل وعلاج بعض أنواع السرطان، وتستخدم مثل أدوات للدخول للخلايا وتعديل إلى آخره بطرق معقدة. فتم هذا الموضوع تماما. نحن لا نقول أن الإنسان، نحن لا نقول ولكن أحكي أنا ولكن نحن نعم تفضل دكتور. ولكن أيوة. هذا لا يمنع أن الإنسان ممكن أن يعدل من الصفات الفيروسات تماما، ولكن ولا يمكن من الإمكان أن ننفي أنه ممكن أن ينشأ بصورة طبيعية. هذا لا ينفي ذلك أبدا. ممكن أن تحدث طفرات نحن عاجزين عن تفسيرها. نحن ما زلنا نبحث عن الحيوان الوسيط. إذا نحن نجهل كثير منذ بداية الوباء إلى اليوم. كل يوم متغيرات، وباليوم الواحد مجموعة متغيرات، من ناحية التشخيص، من ناحية الآلية المرضية، من ناحية العلاج، من ناحية دخوله فقط، ليس فقط كما ذكر الدكتور أديب، ذكر فقط الخلايا الرئوية. هو يدخل في أكثر من مجال ويقوم بآليات مناعية معقدة جدا في ضمن جسم الإنسان، تؤدي إلى آليات مناعية في الحالات المتقدمة جدا من الإصابة، تؤدي إلى تخثرات وأشياء متقدمة. يعني نحن ما زلنا نجهل وما زلنا نكتشف. وبعد تشريح الجثث أيضا اكتشفنا أشياء جديدة كنا غافلين عنها في البداية. إذا نحن لن نتمكن، الخلاف هو أننا لن نتمكن أن نؤكد أو ننفي هذه الفرضيات. ممكن أن يكون نشأ بصورة طبيعية، لا يمكن أن نقول 800 عام ولا 1000 عام. لم نطلع على الغيب ولم نتخذ عهدا في ذلك. ليش طيب؟ بس دكتور حسان، ممكن أن يحدث دكتور حسان بالمناسبة، وبالنتيجة حتى لو فعل نعم. بس دكتور حسان، يعني هناك الكثير من العلماء الأمريكيين الآن يتحدثون فعلا عن أن هذا الفيروس كي يصبح على الحال الذي هو فيه الآن يحتاج إلى 800 عام. 800 عام كيف تطور بهذه السرعة؟ يعني سرعة، يعني كم بينه، يعني أول ما طلع هو يقال إنه يعود إلى ستينات القرن الماضي، لكن لنأخذ نحن السارس الأصلي اللي هو 2002 2003. هل يعقل إنه خلال هذه الفترة، يعني مثلا كم، 15 سنة 17 سنة، يقول لك الرجل 800 عام كي يصل. نحن في علم الأحياء وعلم الطب، نحن تفضل. في علم الأحياء وفي علم الطب لا يوجد نفي مطلق. لا يوجد عندنا نفي مطلق ما يوجد عندنا حقيقة مطلقة ولا نفي مطلق. ممكن أن يحدث، مع احترامي للعلماء الأمريكان، ما أظن كل علماء أمريكا يقولون ب800 عام ويحددون هذا الرقم. هذا ما أظنه، هذا ضرب من الخيال. نحن لا نستطيع أن نحدد ل20 عام ثم نغير آرائنا 100 مرة. لا يستطيعون أن يحددوا بهذه الدقة، يقول بعد 800 عام إذا الطبيعة أو الميوتيشن أو الطفرات ستغيره سيحدث بهذا الشكل. هذا يوجد بعض الأطباء الذين تنبأوا أو وصلوا لهذه النتيجة. يوجد أطباء وعلماء آخرين لم يصلوا لهذه أو يقولون عكس ذلك. نحن أمام شيء غامض. ممكن أن يحدث نتيجة موتيشن، يمكن أن يحدث نتيجة فعل إنسان، وهو بالنتيجة ضمن حدث. نحن الآن أمام هذا الحدث. لن يفي حاليا، لن نستطيع أن نحل هذا اللغز، هذا المشكلة. حتى لو حدث بفعل إنسان، ماذا أراد الإنسان؟ هل أحدثه ثم نشره في الطبيعة كي يحدث هذه الكارثة الإنسانية؟ أنا لا أظن ذلك. ممكن أن يكون حدث خطأ معين وصل لهذه النتيجة وانطلق وصارت المشكلة التي نحن فيها. أما أن يكون تم إحداثه عمد سابق عمد وتصميم لإحداث هذه الكوارث الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وجميع ما نراه الآن، ما أظن أن يكون مقصود هذا العمل. جميل جدا. دكتور أديب، كيف ترد؟ نعم سيدي، شكرا لك دكتور حسان. يعني مع احترامي لشخصك الكريم،
هناك ما يسمى computational studies for rate of mutations، يعني الفيروسات المكونة من الRNA الحمض النووي الريبوزي. هناك دراسة لدرجة حصول الطفرات الوراثية mutational analysis على rate of mutation. يعني ممكن نعرف مثلا خلال السنوات القادمة قديش الريت اوف ميوتيشن. 4% من يعني أن يقوم الفيروس بتغيير 4% من مادة الوراثية خلال 15 سنة، هذا لم يحصل من قبل أبدا. هذا أولا. ثانيا، لماذا يثير هذا الموضوع استياء الكثير من العلماء والباحثين والعاملين في هذا المجال؟ ما يثير استياءنا هو أن الأمور تسير بقوة كبيرة جدا وزخم إعلامي، كما قال الدكتور فيصل قبل قليل في مقدمته أنه في كثير هجوم إعلامي أو بالأحرى زخم إعلامي، ولكنه في الاتجاه الخاطئ. ليش في الاتجاه الخاطئ؟ الناس كلها يا حبيبي ملت من الجلوس في البيوت في كل بقاع الأرض. الناس بلت من الجلوس في بيوتهم وخسارة أعمالهم ووظائفهم وتعليمهم، وما فيش، ما أحد يبحث عن حلول. نحن الآن كمن يركض وراء عاصفة غبار دكتور فيصل، ويريد أن يلتقط حبات الغبار من الهواء، وهذا طبعا شيء من الخيال، لا يستطيع عمل ذلك. ولا بدلا من أن يقوم بمثلا غسيل الغبار بالماء وإنزال الغبار على الأرض أو إغلاق النافذة لتجنب الغبار، نحن زي ما كما نقول باللغة الإنجليزية we are barking at the wrong tree. يعني تركيز الجهود العالمي الآن، لماذا يتم التركيز على عمل فحوصات فحوصات فحوصات؟ الفحوصات لن تفيد في احتواء الفيروس. الفحوصات فقط تعطيك قضية أنه إحنا كم المصابين عندنا. خليني أعطيك بس شغلة بسيطة. الدول العشرة الأكثر إصابة بالفيروس وهي أمريكا، برازيل، روسيا، إسبانيا، اليوكي، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، الهند. فيها عدد سكان مجموع 2.5 مليار. عدد الفحوصات التي أجرت في هذه الدول العشرة 33 مليون فحص، تم اكتشاف 2.7 مليون إنسان. عدد الفحوصات التي أجريت بالنسبة لعدد السكان 3.4 أو 3.5% من عدد سكان هذه الدول. لو جينا قلنا كله على بعضه ضربنا هذا في هذا، بيطلع عندي هذه الدول ممكن يكون فيها 200 مليون مصاب. نحن أو من 20 مليون قالوا إلى 200 مليون. طيب قد يكون 20 مليون، قد يكون 200 مليون، خلي يكون عندي 20 مليون. خلينا نحط الأمور في نصابها دكتور فيصل. الفيروس وزنه حوالي 1 أوتوغرام. الأوتوغرام هو 1 على 10 أس 18 من الغرام، يعني تريليون مليون، 1 على تريليون مليون من الغرام. يعني لو جبت تريليون مليون فيروس كله على بعضه بيكون وزنه 1 غرام. عدد الأشخاص المصابين في العالم الآن ما بين 5 مليون مشخصين إلى حوالي 100 مليون، العدد الوسيط تقريبا. خليه يكون قد ما يكون، خليه يكون 100 مليون في الحد الأعلى. وكل شخص حتى يمرض يجب أن يكون فيه، يعني راح يكون في جسمه لا يقل عن 50 مليار حبة فيروس. إذا 50 مليار في 100 مليون بيطلع عندي أنا لا يزيد عن حجم هذا 1 غرام من الملح أو من السكر. طبعا هذا مش فيروس، هذا تصور دكتور قاسم أن جميع الفيروسات الكورونا الموجودة في كل البشر في كل أرضية لا تساوي حجمها أكثر من هذا الحجم. تصور لا تعبي 1 تيوب. هذا ما يسمى الثورة التكنولوجية المعلوماتية. في عام 1945 ألقيت القنبلة النووية على هيروشيما، وكان وزنها 3.5 طن و4.5 طن، وكان طولها 3 متر. الآن نحن لسنا بحاجة إلى إلقاء قنابل وما إلى ذلك. الآن هذا هو السلاح في المستقبل. ما نريد أن نحذر منه أنه هذا الموضوع خطير جدا ويجب الانتباه إليه، ولا بد من الرجوع ومعرفة أصل وفصل هذا الفيروس قبل أن نبحث عن علاجات له. نحن الآن ماشيين في اتجاه خطأ. بدل من الفحوصات التي لا تجدي نفعا، أنا يعني أريد أن يعني ألفت انتباه جميع العاملين وجميع صناع القرار. يجب أن نقوم بتطوير فحص جديد يقوم بفحص الأشخاص الناقلين للعدوى وليس المصابين بالفيروس. كيف يعني ناقلين العدوى؟ شخص مصاب ما بيعرف أنه مصاب، ما عليه أعراض، بروح بينقل عدوى لكل الناس وإحنا مش عارفين عنه. وصار عندنا في دول عربية عديدة هذه الحالة، شخص ينقل ل 100-200 شخص وإحنا مش عارفين عنهم. هناك نقوم الآن في المركز العربي للخلايا الجذعية وشركة AMSI الأمريكية بتطوير طريقة جديدة وخلاقة للبحث وتشخيص الأشخاص الناقلين للفيروس وليس المصابين فيه. المصابين فيه عارفينهم، إحنا بدنا أشخاص، بدنا هذول المناقلين للعدوى نقعدهم في البيوت ونخلي الناس كلها تروح على أعمالها وعلى شغلها، ونرجع الاقتصاد ونرجع حياتنا الطبيعية. والأشخاص الناقلين العدوى هم اللي يقعدوا في البيت، لأن نسبتهم لا تزيد عن 0.1% من المجتمع أو 1 بالألف من عدد سكان العالم. هذا ما نريد أن نعمله. الأمور يا سيدي، الأمور كلها على بعضها
يعني صراحة فيها شوية يعني لغوصة زي ما بيحكوا. ليش؟ لأنه إحنا الآن لا نعرف الكثير، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. نعم هناك فقط 3 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أشهر منذ انتشار هذا الفيروس، ولكن الدراسات التي خرجت من أوروبا قالت الآن تقول قاموا بتشريح جثث ناس ماتوا من إصاباتهم بأمراض تنفسية نادرة أو غير معرفة بشهر 9 الماضي. شهر 9 يعني 3 أشهر قبل ظهور الفيروس في الصين، وعندما قاموا بتشريح الجثة وأخذوا منها عينات وجدوا أنهم مصابين بفيروس كوفيد 19. هذول في بريطانيا، في دراسة بريطانيا ودراسة من إيطاليا، دراستين من جامعة كامبريدج وما إلى ذلك. وهون دراسة أخرى أيضا قالت، هذه الدراسة من كندا ومن أمريكا، هذه الدراسة تقول بأن هذا الفيروس مستحيل أن يكون انتقل من الخفاش إلى الإنسان في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر، لأنه هذا الفيروس بحاجة إلى أن يكون تأقلم على الإنسان أو تم أقلمته على الإنسان حتى يستطيع أن ينتشر بهذه الطريقة. هذا الموضوع خطير جدا يجب الانتباه إليه. نحن لا نقول أننا نعرف كل شيء، ولكن لدينا معلومات اليوم جديدة يعني تدحض نظرية أو فرضية أنه هذا الموضوع، هذا الفيروس انتقل من خفاش للإنسان. وهذه يا دكتور فيصل ليست نظرية مؤامرة. نظرية مؤامرة هي نظرية ومؤامرة، ليس هي حقيقة واقعة بأن هذا الفيروس ينتشر الآن بقوة كبيرة لم نعهد من قبل، وهذا لم ينتقل من الخفاش. الخفاش بريء من الموضوع. هناك شيء في الوسط لا نعرف ما هو. لا هو ليس الخفاش. بس دكتور أديب، الخفاش لا نستطيع. بس دكتور أديب، يعني أنت فضل. تحدثت أنه كل فيروسات الكورونا التي أصابت أكثر من 100 مليون أو حكيت عن ملايين الأشخاص، كل هذه الفيروسات نعم. وزنها غرام، يعني حبة رز، يعني حبة الرز هذه فعلت الأفاعيل نعم. في العالم أجمع، وقفت نعم. العالم. وقلت وقارنت بين نعم. حبة الرز وبين القنابل النووية أو شو اسمه الذرية التي ألقيت على اليابان. نعم. وقلت أن هذا هو السلاح الجديد. نعم. ماذا تقصد يعني هذا السلاح الجديد؟ نعم. هل نحن يعني في بروفا للحروب البيولوجية القادمة؟ هل هذا هو يعني المجال المستقبلي للدول؟ الدول الصناعية التراديشنال التقليدية ستنتهي وستظهر هذه الدول بتاع حبة الرز؟ دكتور فيصل، الثورة الصناعية أحدثت تغيير عام في كل تاريخ البشرية، وكما نعلم فيش داعي نرجع للتاريخ، والكل حاب يقرأ عن الثورة الصناعية وأثرها على البشرية يرجع يقرأ في 200 عام الماضيين شوف شو أثرها على البشرية. الآن نحن نعيش مخاض الفيروس، هو فيروس كورونا أو عهد الكورونا الآن هو مخاض ما بين الانتقال من الثورة الصناعية، عهد الثورة الصناعية، إلى عهد ثورة تكنولوجيا المعلومات. تكنولوجيا المعلومات التي تتحكم بالبشر. الآن لو أمريكا أقفلت الإنترنت لا نستطيع، لا نأخذ فلوسنا من البنوك، ولا تستطيع المستشفيات أن تعمل، ولن تستطيع أن تتصل، ولا نستطيع أن نتحدث إليك اليوم عبر الأقمار الصناعية، لأنه لن يكون هناك أقمار صناعية. إذن هي عهد تكنولوجيا المعلومات. الفيروسات لم يعد مقبولا الآن من الدول الكبرى انها تستطيع ان تلقي قنابل نوويه وقنابل هيدروجينيه مش عارف شو. هذا الحكي كله اصبح انتقلت هذه الاسلحه من اسلحه للدمار الى اسلحه ردع. يعني يجب ان يكون عند هذا السلاح لتمنع الدول الاخرى من مهاجمتها. يعني هو اسلحه للتخويف ولكنها ليست للاستخدام الان. الاسلحه التي يتم استخدامها الان هي اسلحه قليله التكلفه كثيره الاثر. الاثر لا يكون دائما بقتل الناس وانما بالتخويف والتأثير على الاقتصاد. الحرب القادمة هي حرب اقتصادية بامتياز، الحرب الاقتصادية التي نشهدها اليوم. يعني ورجيني دكتور فيصل في تاريخ البشرية كلها من لما عشنا حتى الآن على الأقل في 50 سنة الماضية، وين صار في عندنا مرة واحدة حتى في الحروب العالمية انهم انزلوا كل الطائرات، ممنوع طيارة تطير، ممنوع سيارة تمشي، ممنوع باخرة تمشي، ممنوع مش عارف ايش، الكل قاعد في بيته خايف، حتى الحيوانات صار تمشي في الشوارع واحنا خايفين في بيوتنا قاعدين زي الأقفاص زي المسجونين. يعني تم عمل سجن كبير يحتوي على أكثر من 2 مليار إنسان، وتقول لي هذا الموضوع طبيعي؟ يعني أي فيروس هذا ممكن يسوي هيك بأقل من 15 سنة، وهي عبارة عن ثاني في عالم التطور. أنا لما أتي إلى الحلقة اليوم لا أتهم هذه الجهة أو تلك، نحن اللي أتينا اليوم فقط لنناقش قضية واحدة. هذا الفيروس عبارة عن نتاج لتحول طبيعي، تطور طبيعي للفيروس، أم أنه مصنع وملعوب فيه؟ أنا قدمت لكم دراسات بأن تظهر بأن هذا الفيروس تم اللعب فيه genetically manipulated viral product، يعني هو منتج فيروسي ملعوب فيه، وكلمة ملعوب فيها ترجمة حرفية genetically manipulated. ولذلك دكتور فيصل الموضوع
هو جينيتيك موديفيكيشن. هل هو قادر على تصنيع أو تخليق هكذا فيروس؟ طبعا 100%. هذا الموضوع ليس جديد، هذا الموضوع قديم. واللعب، وأريد أن أقول هنا، اللعب بالمادة الوراثية الفيروسات هذا قديم جديد، قديم جديد، قديم كتكنيك، يعني أدوات معرفة، وجديد بالابليكيشنز أو جديد في الأسباب أو في الأهداف. يعني الأهداف احنا اشتغلنا على علاجين، الناس تشتغل على تطوير أسلحة، لا نعرف ما من أين أتى ولا من قام به ولماذا عمل ذلك. هذا ليس موضوع اليوم. موضوع اليوم أن هذا الفيروس ليس نتاج طبيعي فقط. السؤال المطروح دكتور صواف، أريد وجهة نظرك، لأنه هناك ملايين المشاهدين تريد أن تعرف. الدكتور أديب يلمح، قال لك كل ما هو يصيب العالم ويرعب العالم الآن من أقصى البشرية إلى أقصاها وزنه إغرام. نحن إغرام فقط، حبة رز عامل كل هالدوشة في العالم، يعني يغمز من قناة. طيب. يعني الذي تلاعب بالفيروس هو الذي يتلاعب بالبشرية الآن وباقتصاديات البشرية ويحبس مليارات البشر في بيوتها. هل هذه مقدمة لحروب بيولوجية؟ وأنت تعلم يعني كل الدول عندها بيولوجيا وقوة بيولوجية. وأنت تعلم بالمناسبة الدول حسب تصنيفها أقوى دولة في العالم في البيولوجيا وفي تعديل الفيروسات وأنت تعلم إسرائيل، وبعد الصين، وبعد الولايات المتحدة الأمريكية. لا مش بعد الولايات المتحدة، بعد بريطانيا. أمريكا خارج اللعبة يقولون. أوكي، أعطيني يعني هذه كلام، نحن نريد كلام العلماء، كيف ترد؟ نعم، أظن أنه لا، التصنيف حتى الولايات المتحدة يوجد عندها مخابر كثيرة. أنا سأرد وحدة بواحدة. الآن الكلام اللي ذكره صحيح تماما. الجزئية تبع الوزن تبع الفيروسات حول العالم لا تشكل حبة رز أو أكبر بقليل أو أصغر بقليل. وهذا يرجعنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الطالب الإنسان والمطلوب الذبابة، ونفس الشيء الكورونا. الآن نحن مختلفين فقط أنه ممكن يكون من صنع البشر أو غير صنع البشر. هذا ليس اختلاف كثير، لأنه سواء هذا أو هذا النتيجة كانت كارثية. الآن الابتعاد كثيرا وتهويل العالم بحرب بيولوجية، هي من الحرب البيولوجية بالتعريف هي حرب صامتة ولكن ليست ذكية. بس تعريف سريع للحروب: في عندنا أسلحة ذكية جدا والعالم ينتجها حاليا، اللي هي عبارة عن صواريخ موجهة وموجهة بالأقمار الصناعية تصيب الإنسان، تدخل من نافذة السيارة عنده وتصيب الفرد بعينه، وهذه أسلحة ذكية جدا. ويوجد أسلحة أقل ذكاء، هي الصواريخ اللي كانت قديمة شوي، الباليستية، اللي نسبة دقتها 50 متر 100 متر، سكود القديم مدري شو. وفي أسلحة غبية اللي هي البراميل وما شابه اللي شاهدناها حول العالم. ويوجد أسلحة أغبى شيء وهي الأسلحة البيولوجية. الأسلحة البيولوجية أسلحة بدون رائحة وبدون وصامتة، ولكن تصيب نفس الشخص الذي دفع بهذه الأسلحة. إذن بمجرد ما خرج السلاح البيولوجي، وهذا ما شاهدنا إذا اعتبرنا ذلك، عاد إلى أصاب كل العالم. فأي فائدة أنا أرتجيها من سلاح يصيبني ويصيب عدوي؟ كائن من كان أطلق هذا السلاح، نجد أن العالم كله متورط في الإصابة بهذه، والدول المتقدمة أكثر من الدول غير المتقدمة أو المتخلفة. فهذا الكلام غير مقنع أبدا، ويستحيل أن يتطور الإنسان بهذا التطور والذكاء لينتج بالآخير أسلحة غبية جدا صامتة، اللي هي الأسلحة البيولوجية. قد تستخدم استخدامات فردية محددة ضمن ظروف محددة، ظروف جمرات إلى آخره، في أماكن محصورة جدا، ولكن أن نطلقها بهذا الشكل يستحيل. الآن قد يوجد أشخاص مثل بيل جيت أطلقوا هذه التصريحات، ويوجد كثير من الناس سواء بيل جيت أو غيره من الناس المتطرفين الذين أحيانا يعني يريدون تغيير العالم بطريقة غبية جدا وبطريقة أكثر إرهابية مما يبحثون عنه. ولكن تبقى هذه عبارة عن نظريات
ولكن لا أظن أنها ستكون في النهاية ستكون هي استراتيجية البشرية في الوقت الحاضر والمستقبل. طيب بس فأنا لا أقتنع أبدا أن هذه الأسلحة البيولوجية سيتم استخدامها. طيب دكتور، أنت من البداية تقول أنه يعني لسه الوقت بكير ويعني وإلى ما هنالك من هذا الكلام وأنه الدول أصيبت. طيب أنا بدي الآن تمام. يا ريت تشوف معي أو تسمع معي دقيقة وشوي لصحفي أمريكي شهير يتحدث عن القانون الذي أصدره ووقع عليه الرئيس ترامب قبل شهر وشوي لمساعدة أمريكا للخروج من أزمة كورونا. اسمه قانون كيرز. قانون كيرز. خلينا نسمع وارجع اشرح لك إياه لو نسمع لو سمحتوا. Here's President Trump signing the CARES Act in the White House, March 27, 2020. What's the CARES Act? Well, let's go to the official government website to see the documentation for that. You can follow along. You can type in congress.gov. That's the official U.S. government website that documents all the actions of Congress. So we're at the government site that documents everything Congress does officially. Let's look at that bill the president just signed. Type in H.R. 748. What we see is the CARES Act, Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act. So nice of Congress to allocate, what's it going to end up being, like $6.2 trillion to help us little guys, paying American workers. This is the good part. Go to congress.gov, type in H.R. 748, the CARES Act, and now let's click on the Actions tab. That shows the history of the bill in the U.S. Congress. Okay, up here at the top we can see the bill became law 3/27/20. It was signed by the president on that day. You can see when it was voted on, debated, all that procedural stuff. When did the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act get introduced? It was because of the effect of the pandemic, right? Well, let's scroll down on the actual congressional website and see that this bill, H.R. 748, was introduced in the House on January 24th, 2019. They were working on this bill May and July 2019. It was called the Coronavirus Aid Bill. But the current coronavirus, COVID-19, was first identified in December 2019. Why did Congress introduce a bill to provide relief for this pandemic nearly a year before it was officially discovered? دكتور حسان، لا أدري إذا سمعت باختصار بشرح لك إياها. هذا القانون اسمه قانون كيرز الأمريكي، وقعه الرئيس الأمريكي في 27 مارس الماضي، يعني قبل شهر، ايوه يعني شهرين اقل شويه. ماشي، سنه، ماشي. سنه، لا 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 مارس 20. لا قبل سنه. لا وقعوا دقيقه، 13 وقعوا مارس هذا العام. مارس 13 وقعوا بمارس هذا العام، وقع القانون قبل شهرين. الصحفي الامريكي يقول لك اخي انا مش بتاع مؤامره. هذا القانون أوكي. قانون كيرز، قانون اختصاصه أو الهدف منه هو مساعدة المتضررين من كوفيد-19، من كورونا، مساعدتهم. ورصدت أمريكا 6 تريليون دولار لمساعدة الأمريكيين المتضررين من كوفيد-19. اسمه كوفيد-19. ماشي. الصحفي يقول لك يا أخي والله مشكورين جدا على هذا الكرم الرهيب، لكن كوفيد-19 ظهر في نهاية 2019. ماشي؟ لكن عندما نعود إلى تاريخ هذا القانون الذي وقعه الرئيس ترامب قبل أقل من شهرين، نجد أنه أول مرة بدأت دراسته في 24 جانيوري 2019. قبل 12 شهر ما شاء الله عم يعملوا قانون لمساعدة المتضررين من كورونا. هذا الصحفي يقول لك والله أنا بصراحة هذا أهم تقرير عملته، صار لي 30 سنة بالصحافة، أهم تقرير بيطلع معي بالتاريخ. كيف زبطت معهم بالله هذه؟ وقبل فترة فاوتشي هذا المسؤول عن الفيروسات في أمريكا قبل 4 سنوات 5 سنوات يقول للعالم استعدوا لأوت بريك، فيروس أوت بريك. السؤال بتحط ألف إشارة، يعني هذا قانون قانون، والقانون قانون، كيف ترد؟ نعم
نعم. هلا استعدوا للاوبئه تبع 5 سنين 4 سنين، نحن الان في مرحله اوبئه، كل كم سنه متعودنا ان يحدث وباء، فممكن ان يكون بمحض الصدفه. لا اسمه كورونا، اسم القانون اسمه كورونا يا سيدي. قبل سنه كورونا. دقيقه مشان ما تاخذنا، اسمه كورونا كوفيد. كوفيد 19 اجى باخر 19. ليش انت عامله باول سنه قبل 12 شهر؟ اشرح له للناس. هذا امريكا مش سوري. تفضل. هذا إذا كان كل هذا التقرير والكورونا وكله صحيح، فالحقيقة نحن بحاجة إلى تفسير، يعني هذا بده تفسير من عندهم. ولكن اليوم نحن نشهد أن ما يوجد من تصريحات حتى على المستوى العالي جدا. يوم بيقول لك أخي اليوم أنا ما بدي استعمل هيدروكسي كلوروكين، نفس المسؤولين العاليين جدا ما بدي استعمل بعد أسبوعين هو بياخذ نفسه هيدروكسي كلوروكين. يوم هذا الدواء، يوم يحقون المنظفات المعقمات عن طريق الوريد. إذا في تخبط، يعني هذا التخبط والتغير بالتصريحات عم نشهده كثير هالأيامات. هلا إذا هذا القانون كما ورد أنا لا أستطيع أن أفسره، يعني لا يوجد تفسير. طيب للأسف يعني هن جميل جدا. نحن في نهاية أنا ما زلت حتى مع هذا القانون، يعني يستحيل بس أستاذ فيصل. طيب. لأنه مستحيل يعني أمريكا تجي إذا كان القانون يدينون لون، مستحيل هي تأذي نفسها. يعني هي أكثر اليوم جميل نحن لامسنا 100,000 جميل جدا ميت بسبب كورونا. جميل جدا. ولامسنا مليونين حيوصلوا المصابين المسجلين. طيب جميل جدا. نعم. بس نحن لأنه بنهاية البرنامج دكتور أديب، أنت تعلم دكتور أديب الآن. نعم. دكتور أديب ودكتور حسان، يعني أنت تعلم أنه يعني على مدى 3 أشهر الماضية لا هم للوسائل الإعلام العالمية إلا إرعاب الناس وإرهاب الناس بفيروس كورونا. عواجل، أخبار عاجلة على مدى الساعة، هذا أصيب وهذا أصيب وعدد المصابين هون كذا وعدد كذا وعدد كذا وعدد كذا. إرهاب كامل. إرهاب كامل. وسكروا البلدان وسكروا دنيا كأنه في مايسترو واحد. سكر بسكر كله، خوف بخوف كله. وسائل الإعلام خوفي وعملي وكذا. الآن فجأة ما شاء الله من يومين كل وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن أنه بدأت العالم تفتح، والإغلاق بدأ يخف شوي شوي، والحظر بدأ يخف شوي شوي، ودنيا شو عدا ما بدأ هذا نفس الإعلام اللي كان رعبنا من يومين بكورونا الآن بلش يقول بلشنا نخفف وشوي شوي، مع أنه لم يجدوا لقاحا، ومع أنه الفيروس طاير يعني عم يخبط يمين وشمال. مع هذا وكله بلشت تفتح دول العالم. ألا يجعلنا نحط 9823 تريليون إشارة استفهام؟ كيف امبارح خوفتونا والآن بلشتوا تفتحوا؟ كيف ترد دكتور أديب باختصار؟ نعم باختصار سيدي، أنا أرى بأن المشكلة الآن أنا يعني أردت أن أشارك بهذا البرنامج اليوم لأقول وصل كلمة إلى المشاهدين الكرام جميعا وهم بالملايين ما شاء الله. نحن نمشي بالاتجاه الخاطئ. هذا الموضوع يجب أن نغير. We have to change course. لازم نغير اتجاهنا ونبحث عن الأشخاص الناقلين للعدوى ونوقفهم. طيب جميل، قلت هذا الكلام. هذا سيوقف المرض. أما عدا عن ذلك دكتور فيصل، نحن يعني خلاص ننفخ في قربة مقطوعة. الموضوع تغيير وسائل الإعلام أو الإعلام العالمي كله. أنت قلت كلمة واحدة بأنه مايسترو واحد. نعم هو مايسترو واحد ما ينفذ في دولة ما ينفذ بجميع الدول. هناك أشكرك جزيل الشكر. طريقتين تستخدمهم الدول لمكافحة الفيروس. الطريقة الأولى هو عملية الهيرد اميونيتي اللي هو مناعة القطيع، وهذا لم ينفع في السويد. نعم مناعة القطيع لم تنفع ولن تنفع في السويد مثلا. أشكرك جزيل الشكر. صارت عندهم أعلى نسبة وفيات في أوروبا مع أنه لم يصل إلى 7% من عدد المصابين، وكذلك روسيا. والطريقة الآخر اللي هم الناس بيقول لك سكر على كل شيء، موتنا الاقتصاد، موتنا ناس من الجوع، وهذا ما بينفع. أشكرك جزيل الشكر. مشاهدي الكرام كان بودي نكمل لكن الوقت انتهى. لم يبقى لنا أن نشكر ضيفينا عبر الأقمار الصناعية من عمان الدكتور أديب الزعبي، وعبر الأقمار الصناعية من الدوحة الدكتور حسان الصواف. نلتقي مساء الثلاثاء المقبل، فحتى ذلك الحين وفيصل القاسم يحييكم من الدوحة. إلى اللقاء.